ترتيب الدوري الاسباني بعد نهايه الجوله 17 وزي ما انتم شايفين على القمه الاثنين متربعين. ريال مدريد رغم الغيابات وده ما اكثرهم 2-0 على اشبيليا. انا جامد، انا الملك يا معلم. فايه، برشلونه بترد وفوز ماركة الست نقاط على الفيا ريال. منافس كان ممكن يخض، ولكن واضح ان برشلونه اصله جناحاته بدري بدري ودمر الغواصات. على القمة والصدارة برشلونة بفارق 4 نقاط كاملة عن ريال مدريد، وحتى لو في ريال كسب مباراتينه هيبقى الفرق ما بينه وما بين برشلونة 5 نقاط. صراع الهدافين البيه بن بيك كيليان امبابي فارق قوي، فارق قوي ب7 أهداف يا جماعة. مفيش منافسة. أما في صراع صانعي الألعاب ملوك الأسيستات تحس إن هو صراع برشلوني مع بقية برشلونة وبرشلونة وبقية الدوري. انتوا اللي عاملين زحمه في بعضكم بصراحه يا برشلونه. الافضل حتى الان هو كيليان امبابي، وبعيدا عن لامين يامال ب8 صناعه او تهديف. فما كومنت وشير كتير. شايفين برشلونه هيقدر يحافظ على لقبه؟ وبالنسبه لصراع الهدافين ومستر اسيست، الدنيا هتروح لفين؟ والسوبر قرب، ما تنسوش. خلص الكلام. لا ليجا. سلام.